يا احمد، إيه الاخبار؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله تمام زي الفل. احمد معايا من دي 1، طبعا اكيد. من يوم واحد، حرفيا حرفيا. انت في الاول، انا عندي فضول الاول، انت اول فيديو وقع في وشك ازاي اللي انت والله هو غالبا يعني زي معظم الناس، وانت بقى داخل على اليوتيوب بتدور مثلا على معلومه معينه او حاجه، فبتدور يعني فبيجي لك الحاجات القديمه. تمام. فانا بدور لحسن حظ يعني لقيت فيديو ليك. ف... فاكر بتاع ايه ولا صعبة دي شوية؟ مش فاكر الحقيقه كان بتاع ايه بالظبط، بس هو كان ليه علاقه بالسفر عموما يعني، تمام. السفر دراسه يعني. بس فالموضوع دخلت على الشانل عندك لقيت فيه تقريبا فيديوهين ثلاثه، وكان فيهم تقريبا معظم الفيديوهات اللي انا او معظم يعني المعلومات اللي انا عايزها. دخلت شفت الفيديوهات كلها وبقيت بقى خلاص بقى متابعك على طول. حتى انت في الديسكربشن عندك كده كاتب الانستجرام بتاعك امم والتليجرام، كنت كاتب ممكن تضيفني على الانستجرام ونبقى اصحاب وبتاع. فالمهم دخلت سالتك، بصراحه انت ما قصرتش معايا خالص يعني. غير طبعا في اخر يعني لا اخر سيبك من اخر الفتره تسع الاخيره شهور، دي، انا ايوه، عارف ان انت. اللي انا طلعت في الفيديو اتكلمت فيهم ان انا كنت قافل كل حاجه، ما كنتش اه بعمل اي حاجه في بالظبط حياتي، دي بالظبط، حقيقه. هو كان في فترات كده اللي هو مثلا انا عارف فترات اللي انا جربتها خلاص فانا عارفها. انت جيت هنا وجربت، خلاص هنتكلم في الموضوع ده، انا عارف هنتكلم في الموضوع عارف ده. الفترات ديت يعني. فكنت عذرك يعني اكيد. هو مش الفكرة فكرة اكتئاب، الفكرة فكرة ان انت فاهم، اليوم بيجر يوم، بيجر يوم، بعد اه كده يعني بتلاقي خلاص ما ان بقاش في عندك. اسبوع طار، شهر طار، واللي هو فاهم لما تبص ورا اللي هو فاتني حاجات كتير. لا، هو يعني هو الكلام ده راح امتى؟ مثلا احنا في 2/5 صح؟ اه مظبوط. 2/5 اول سنة كانت امبارح. بالظبط اللي انت هو انت فاهمني؟ بالظبط يعني احنا خلاص داخلين على شهر 6 اللي هو نص السنة، اللي هو في 2025 كمان 6 مظبوط شهور صح. وبتاع وكده مظبوط بالظبط، هو ده اللي حصل. فالمهم دخلت كلمتك، كل المعلومات اللي انا كنت محتاجها انت قلتها لي يعني. ما سبتنيش الصراحه، غير يعني زي ما قلت لك كده هي الفترات ديت بس. يعني كان امم في مثلا فتره آم، انا قطعت تقريبا فترتين او ثلاثة، اللي هو اللي طوال، هو مش الحاجة عادية. بالظبط بالظبط. بس يعني كان في النص كده كان عادي، لان انا كنت كل ده كان البروسيس بتاع الورق وكل الكلام ده. فكان لحد ما في معلومات تانية، لكن في بقى حاجات هي اللي كان فعلا هتفرق معايا زي التفاصيل بقى اللي هنا. لان الواحد زي ما انت عارف كده الواحد بيجي هنا هو خلاص طالما جه المانيا بينسى بقى اي حاجه. او بينسى الورق اصلا كله اصلا. يعني اللي هو خلاص انت بالظبط، انت ده حقيقة جاي ترو. المانيا. خلاص انت مجرد وصلت المانيا انت كده بقيت في الجنه. وده شيء غلط طبعا. اه، انت لانه بتتكلم عن اللي هو اللي هو انت جيت. الفكرة اللي بتاعته وانت في مصر. بالظبط. لا، اللي كلنا هو كده. انا جاي. كلنا نفس السيناريو، فاهم، من بالظبط. غير اي اختلاف. اللي هو انا جاي البلد جديد، فخلاص بقى اللي هو هبدا حياه جديده فما بيبقاش عندي بقى هم ان انا ايه، لسه هقعد في البلد ولسه مش عارف هعمل ايه ولسه اظبط الوضع ازاي وكل الكلام ده. امم وكده بيفرق، وانت ما بتبقاش عامل حسابه في مصر. وانت في مصر تبقى كل همك ان انت تسافر، دي حقيقة. كل همك ان انت تخلص الورق بتاعك دي باسرع حقيقة. وقت عشان تلحق الترم بتاعك بدري، عشان تلحق مش عارف ايه كل الكلام ده. بيبقى همك حصل. بس ان انت تسافر، امم بتبقى شايل من دماغك خالص فكره ان انت ايه لسه عايز تيجي هنا ولسه عايز تظبط وضعك كل الكلام ده. فطبعا دي معضله وكلنا تقريبا مرينا بيها. دي حقيقة. ف بس يعني ده باختصار يعني. بس انت لما دخلت عملت سيرش او كده، كان الموضوع ده امتى مثلا لو انت تفتكر؟ على ايه بالظبط؟ اللي هو اول ما انت دخلت عملت سيرش على على موضوع السفر. الموضوع. لا بص، هو موضوع السفر معايا ابتدى من بدري. يعني انا تقريبا من وانا في مصر قعدت مثلا سنه احضر للموضوع معلومات بس. لان انا كنت لسه سيم برضه. يعني انا بس كنت يعني كنت لسه مثلا مخلص ثانويه عامه ويا دوبك بقى ايه اللي هو انت عايز. دفعة كام ثانوية عامة؟ 2020. 2020. اه تمام. ف يعني انت مثلا دفعة 2020 امتحاناتك كان في شهر كام؟ 5 تقريبا؟ لا لا لا، 7. عشان انا عارف ان النتيجة بتطلع في سبتمبر اكتوبر، اه صح؟ بالظبط حلو، بالظبط. هو انا فامتحانات امتى؟ يعني انا مش متذكر اي حاجه من المعلومات بتاعتها بصراحه. تمام لان تمام، هي كانت قشطة. سنه بصراحه ايوه ايوه ايوه. يعني. حتى اهلي في البيت عارفين، يعني الناس كلها عارفه. موضوع الثانويه ده كان موضوع صعب يعني، لانه ضغط ضغط كبير، بالذات ان احنا كان عندنا النظام الجديد اول سنه يطبق عندنا. اللي هو ايه، تابلت؟ التابلت. انت اول دفعة تابلت؟ اه تمام. انا اول دفعه تابلت. انا انا اول دفعة بوكلت. اه برضو. بس يعني عايز اقول لك انه مش بس هي تابلت. يعني هو النظام بتاعنا مش بس كان التغيير فيه الجذري اللي هو تابلت. بالعكس احنا التابلت ده اصلا كنا بنستخدمه كده اللي هو فاهم. اللي هو في الميديا وخلاص. اصلا ما ايوه بنعملش ايوه حاجه ايوه عليه. ايوه ايوه.
بس هي كان التغيير الجذري فعلا في طريقه الاسئله. تمام، ايوه، ده اللي سمعت انا حاجات عن الموضوع بالظبط، دوت. طريقه الاسئله والريتم اللي بتيجي بيه الاسئله والفكر اللي بتيجي بيه، لانه وبرضه هو المجاميع برضه بالظبط. اللي بدأت فاهم اللي تاخد منها الجامعات والكلام دوت نقلت جدا. اكيد اكيد، ما هو كل ده بقى يعني ترتب على النظام بتاع الامتحانات، لان زي ما بقول لك النظام كان فعلا تغيير جذري، لدرجه ان هو كان فيه اوبن بوك. اه تمام. يعني انت كنت بتخش بالامتحان معاك كتاب، اللي هو طب انت هتسالني في ايه مثلا، او اللي هو كان التفكير واحد كده ساعتها. فما بالك بقى انت ثانويه عامه، ده مش يعني لسه برضو مخك مش قوي. بس ده فكرة السفر جات لك مثلا وانت في الثانوية ولا قبل الثانوية والله ولا انت بعد ما انت شهادة هو بص، طلعت هو ولا بعد الواحد الامتحانات؟ زي ما انت عارف يعني. يعني قول لي الفيس بالظبط بص هو زي ما انت عارف الواحد في مصر من هو صغير بيبقى همه حاجتين او تمام. 3 حاجات: تمام. يا اما يطلع ضابط، يا اما يطلع دكتور، يا اما يسافر. تمام. يعني ده تمام. تقريبا عند معظم الشباب. طبعا جربت حظي في الحربيه، ما جاتش برضه. كنت عايز احول من الكليه لما دخلت الكليه، لان انا طبعا زي كل الشباب ما كناش متوقعين كذا ومش عارف ايه. طبعا ده حقيقه، لانه النظام فعلا اتغير تغيير جذري. ما كانش حد متوقع ان مثلا فلان هيجيب المجموع ده، ايوه. فاهمني؟ وبالتالي هيخش كليه مش اللي هو عايزها. يعني على الاقل طب انت كنت علمي علوم صح؟ انا كنت علمي علوم، وما لحقتش اي حاجه في السلك الطبي خالص، او في المجال الطبي عموما يعني، امم. ولا اي حاجه. يعني انا حتى علوم ما لحقتهاش. امم. اللي هو ازاي يعني؟ بالك بقى ان السنه اللي بعديها على طول. بالمناسبة انا لحقت المفروض علاج طبيعي، ودخلت بيزنس عادي. والله تجارة هو تجارة هو هو انجليزي انت فكر، فاهم. هو فكر لان انا بالظبط اللي هو. اللي هو مثلا انا واحد شغفي في العلوم والمجال الطبي مثلا عموما، فانا كان نفسي اخش حاجه طبيه، فاهمني؟ غيري ممكن ما تفرقش معاه، بس لكن هو تقريبا المعظم كده. امم. بس فنيجي بقى لنقطه انه السنه اللي بعديها مجاميع الناس اللي جابت نفس المجاميع مثلا بتاعتنا دخلوا كليات احسن، مع انه هو نفس النظام. وعشان خاطر اعتقد الافريج بقى او كده بتاع ماشي، التنسيق بس او برضه الكلام دوت. يعني مش عادل انا شايفه. خلاص احنا مش هنيجي للنقطه دي، لان النقطه دي اتقفلت، عدل بالظبط ومش بالظبط عدل بالظبط. خلاص الموضوع انتهى. بس انا يعني شايف اصلا ان هي مرحله ملهاش 3000 لازمه. بالظبط. انا شايف ان هي مرحله انتقاليه، لكن شايف ان هي انتقاليه اكتر لو الواحد عرف يسافر بصراحه. بالظبط، انا حتى انا كنت حاطط يعني في نيتي كده، اللي هو باذن الله اخلص ثانويه عامه، جبت الكليه اللي انا عايزها، باذن الله اخلص الكليه واسافر اكمل ماستر مثلا، او اشتغل على طول. بس كان موضوع السفر بالنسبه لي معايا يعني. المانيا ولا كان في دول تانية بقى؟ والله بص، هو كان في الاول امريكا. تمام. يعني امريكا انا كنت حاططها من ديستنيشن، بس هي الفكره انه امريكا طبعا انت عارف الدراسه فيها مش سهله، وغاليه ومكلفه وكل الكلام ارقام ده، ارقام ارقام فلكيه. فلكيه. يعني حتى الامريكان نفسهم الستودنت لونز، بيستلفوا مش ايوه عارف ايه، الحقيقه عندهم الكارثه بتاعت الستودنت لونز. وبياخدوا قروض ديبت عشان وبتاع ترو. يخلوا اولادهم يدرسوا حاجات كده يعني. وكمان ارخص جامعه هناك اللي هي الجامعه الحكوميه ممكن السمستر فيها يبقى 7000 او 8000 دولار. بالظبط فلو اللي هو السنه 16 17 ده غير مصاريف المعيشه بتاعتك. بالظبط. فانت السنه هناك تبقى واقفه عليك 40 50 مثلا ممكن في الرينج دوت. بالظبط مظبوط. فده كان يعني اختيار غير موفق تماما ان انا ابص لامريكا مثلا. فدورت بقى في البلاد التانيه. زي ايه مثلا؟ إيه اللي بعد امريكا؟ كندا اكيد والله جت في الوش. اكيد كندا، بس ما دورتش في كندا بصراحه. يعني انا كندا واستراليا وامريكا معلوماتي عنهم ان هم بلاد مهجر، بس امريكا اكتر لان انا كنت عارف ان امريكا امريكا هي امريكا الحلم، بصراحه فاهم؟ الحلم بصراحه. الامريكي. امريكا بصراحه عظمه بصراحه. يعني امريكا عظمه. بس لما جيت دورت في حته الدراسه يعني دي. انت شفت ابسط حاجه بعيد بقى، بس ده مثلا بيهايند سين بقى بيهايند الكاميرا لما انا كنت لسه سيت اب الكاميرا هنا. مم. جه بتاع المكان دوت وجم اتنين هنا وبتاع وكلموني اللي هو انت ما ينفعش تصور هنا والديتا مش عارف كذا وكل الكلام ده، هو من حقهم يعني. ما انت هنا في المانيا مالكش تصوير في الاماكن العامه، وانك تجيب صوره اي حد صورة من حد. غير الموافقه بتاعته. مظبوط. تمام. هو ده من حقهم، الدستور بيكفل لهم الحق ده. الحق دوت. امريكا مفيش فيها الكلام دوت. مظبوط. امريكا عشان كده في ثانيه على طول لما بيحصل اي مشكله في الشارع تلاقي حد مطلع التليفون بيصور المشكله، بيدافع عن نفسه بالكاميرا، زي انت بتشوف مثلا في فيديوهات الشرطه او بتاع وكذا. صح صح.
لان دوت بيعتبر عندهم حريه التعبير، او بعيد عن حريه التعبير والهجص دوت، بس انا شايف ان دي فعلا حريه، اللي هو انا مطلع كاميرا في اللي هي الاماكن العامه عادي. العام بالظبط، فاهمني؟ لما اصور في بيتك يبقى اتكلم. بالظبط. ترو جدا، انت فاهمني؟ او لما احط الكاميرا في وشك بتكلم، او لما امشي وراك بالكاميرا بتكلم. مظبوط صح. انما انا حرفيا سايب الكاميرا كده، اتنين معديين شيل الكاميرا، مش هم هنطلع في هم الكاميرا. اصلا الالمان بالذات الناس او انت الكبيره. خدت بالك ان هم نفس بالظبط صوره الالماني التيبيكال، يا ناس اتنين لهوي، كبار في السن على المعاش، ما عندهمش حاجه يعملوها غير ان هم يمشوا يعوذوا يعيبوا. في خلق الله. بالظبط، يعيبوا على الناس. بالظبط. فاهمني؟ فلا شايف صراحه امريكا من نواحي كتير جدا، ده طبعا يعني ده كان مثل خفيف اللي هو لسه حاصل من دقيقتين. مم. انما لو جينا لحاجات تانية زي الضرايب مثلا، البلد الوحيده اللي صاحب البيزنس فيها، وده يعني قانوني وشرعي، عشان في ناس بتلف بالكلام دوت. مم. فاهمني؟ اللي صاحب البيزنس فيها بيدفع ضرايب اقل من الموظف. الموظف ممكن تقريبا يدفع 37 34%، صاحب البيزنس بيدفع 17. يعني هي اصلا البلد اصلا لوحدها سيستم الضرايب بتاعها بيقول لك روح افتح بيزنس. صح. هنا بس لو عرفت تفتح بيزنس يبقى يعني بالظبط. يبقى تعالى قابلني. بالظبط. يبقى تعالى قابلني. لا 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 كمية ألمانيا. ورق، كمية فعلا بروسيس، يعني انت تيجي في النص هتكفر. صح. انت مش هتكمل. مظبوط. تحس اللي هو هنا بيعجزوك، اللي هو هم مش عايزين كده. هو ستيل برضو امريكا صعبه برضو يعني. 17% ضرائب برضو مش سهله قوي. بس ارحم. هتاخد على الارقام دي مع الوقت. يعني ارحم فاهمني؟ تقريبا. لا، ما انت بص، لو جيت تبص مثلا. زائد ان في بقى لفه بقى، انت بتلف. اكيد انت اكيد بتروح بس. مثلا بتشتري مثلا عربيه امم. بفلوس البيزنس، وبتسجلها على ان هي بيزنس اكسبنس. امم. يقول لك بيزنس اكسبنس ازاي؟ اللي هو زي مصاريف بيزنس. تقول له عادي، العربيه دي اللي انا باخدها بروح بيها وباجي بيها وانا صاحب الشغل. امم. بيزنس اكسبنس. مظبوط. وانا لازم ادور الشغل برضه، فاللي هو يعني اروح برجلي مثلا وارجع ايوه برجلي. ده. فلا يعني في طرق كتير جدا بتحور بيها على الضرايب يعني، بس دي مظبوط. مش قصه بتاعتنا. بس وستيل برضو البلد اللي انت ممكن تحور فيها على الضرايب بسهوله امريكا. ستيل. اكيد ستيل اكيد. اكتر من المانيا. المانيا ما فيش فيها الكلام ده. بس احنا لو جينا نقارن مثلا الدول ديت بدول مثلا زي دول الخليج، ما فيش وجه مقارنه خالص في حته طبعا الضرايب دي. طبعا طبعا فده طبعا. اللي يخليك بقى تتضايق. بس ما تنساش طبعا ان في هنا سيستم من الدول دي، الدول زي المانيا مثلا، دخلها الوحيد هو الضرايب اصلا. يعني مثلا لا هي عندها بترول ولا هي عندها اي حاجه. هي المانيا حرفيا عندها حاجتين: ناس وصناعه وفحم. انا شايف المانيا فيها فرص كتير جدا 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 كمان، بس اللي يعرف يلعبها صح. مظبوط. تمام. ما هي دي النقطه. ما هو انا ما بقولش ان هي وحشه، بس هي الفكره ان انت بتبقى جاي مش عارف حاجه، ومش عندك حد يعرفك. فانت بتاخد وقت عبال ما حتى توصل دي للفكره اللي انت حقيقه. هتريحك. دي حقيقه بس فعلا. هي دي كل المعضله يعني. لكن بالظبط. اكيد في فرص. حته ان حد يجي مش عارف حاجه في البلد فايتوها، انا اتفق معاك. مظبوط. انا اتفق معاك. انا فعلا شايف اللي جاي هنا البلد ولسه هيبتدي يستكشف الموضوع كله من نفسه من الصفر، دي فيها سنه. لو ما كانتش سنتين كمان بقى، ايه رايك؟ اكيد اكيد. لو ما كانتش سنتين. المشكله كمان مش اللي هو انت فيها سنه لما حد مستكشف الموضوع. الفكره ان السنه ديت انت في قدام هتحس ان هي ضاعت منك، فتاني هيرجع لك الدور بتاع انا في سنه ضاعت مني فبتاع فكذا، فترجع تاني برضو المنتالي بتستراجل، اللي هو انا بعمل اضيع وقت، انا عمال اضيع وقت، انا مش بعمل حاجه. فاهمني؟ بس انا شايف بس ان انت لو عرفت تجمع معلومات كتير، وكان عندك حد هتحل. يساعدك ان هو يديك معلومات كتير، وفي نفس الوقت عندك قدره انك تستحمل الضغط بتاع الوقت والكلام دوت، يبقى زي الفل. انا دورت في حته الدراسه في امريكا بالذات، لان زي ما انت عارف امريكا بالنسبه لنا بقى هي دي حقيقه. الكل في الكل يعني. فطبعا لقيتها مش نافعه، فدورت بقى في حكايه المنح. تمام. دورت في المنح كتير. حتى كان في منحه لالمانيا مش فاكر اسمها، SBW برلين حاجه كده مش فاكر. انا بيجي لي اسئله كتير عنها بس ما اعرفش عنها اي حاجه. بالظبط، انا برضو ما كملتش فيها، اللي هو كان برضو لانها حوار لانها حوار محتاجه تقريبا نفس الورق. وانا ومحتاجه تقريبا درجات عاليه جدا جدا ومحتاجه جدا، درجات وحوار. فلكيه. فاهم؟ بالظبط. اللي هو ما كملتش فيها يعني. بس في الاول خالص ما فكرت بقى في المانيا، كان كل الموضوع اللي في دماغي ان انا اجي هنا او اسبلت. تمام. اجي هنا او اسبلت. كل الموضوع بتاع المانيا من اوله ان انا اجي او اسبلت. بس انت عارف ان المجي هنا وزبدنج مش احسن حاجه، صح؟ مش احسن حاجه ومش سهل، لان تمام. انا يعني ما اعرفش ناس كتير سافروا او اسبلت، لكن اعرف ناس كتير سافروا دراسه. هو سهل لو ليك حد في البلد. ما انا بقول لك اهو لو ليك انا. حد في البلد يجيب لك اوزبيلدونج بسهوله بصراحه. بالظبط، انا ما كانش عندي فاهمني؟ الميزه ديت. ف لان انت لو هتمشي الاوزبيلدونج مش شرعي يعني، اللي هو بس اللي هو ايه،
انت اللي هتروح تكلم الشركات او كده، محدش فاهم، محدش هيفكر يعني، اللي هو كده كده في ناس كتير هنا بتقدم وفي ناس كتير هنا بتدرس، اللي هو انت فرقت ايه يعني، فاهم؟ وانا ليه اتعب واجيبك من بره؟ مظبوط الا لو حاجه اللي هي بقى ايه اللي فيها كحه تراب، مظبوط. او زي التمريض تمريض وبتاع، اللي هم فاهم بيعيطوا عشان خاطر ناس. بالظبط. انما لو انت مثلا او زبيلتك مثلا بيكري مثلا، ولا اي تي، ولا بتاع حاجه من الكلام ده، اللي هو كل الناس اصلا بتدخلها هنا. كتير. بالظبط، كل الناس هنا بتعملها، فاهمني؟ اللي هم عندهم اوريدي ناس مكفيه. لازم مثلا يبقى حد هو شغال في الشركه دي، والشركه دي بتعمل اوس بيلدونج، وهو يروح يكلم صاحب الشركه، او يكلم مثلا اوبريشن مانجر، ويقول له مثلا عايز اجيب حد هنا اوس بيلدونج، والشخص ده كويس وبتاع، يجيبه اوس بيلدونج. مظبوط مظبوط. بالظبط. انما مع نفسك هتجيبه من بره المانيا صعب. تاني برضو، الا لو هي المجالات اه اللي هي اللي فيها احتياج شديد. جدا، بالذات. هم زي ما قلت لك بيعيطوا، فاهم؟ بالظبط. انا كان يعني الرؤيه اللي انا شايفها ان هو كان خلاص هو اوز بيلدونج تمريض، لان انا كنت عارف ان فعلا الكلام اللي انت بتقوله ده انه مش سهل، فعلى الاقل كان عندي المعلومه بتاعت ان التمريض في احتياج شديد له. ده حقيقه. فكنت خلاص اللي هو حسست من الدنيا على اوز بيلدونج تمريض. تمام. وبالفعل نزلت ساعتها كورس الماني. تمام. كان حوالي، هو كان مكثف. كنت نازل، المفروض خلصت اتس باي، وبعدين بقى التفكير اختلف. نزلت معهد عادي. معهد عادي اللي هو مش فاكر اسمه بالظبط، كان ما مش اسمه شرط اسامي، مش شرط اسامي. يعني مش فاكر اسمه. المهم ان هو كان معهد عادي يعني خالص، مش حاجه معتمده يعني او حاجه. وانا شايف كده بصراحه، اللي هو ما حدش يضيع فلوسه على ايه، واحد واتنين، كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده من بالظبط شويه. بالظبط. ايه آه، واحد ما- واتنين من بالظبط، البيسكس. ما حدش يضيع فلوسه على الحاجات دي يعني بتتجاب بسهوله جدا. وحتى لو حد مستصعبها في البدايه يعني، يا ابو حميد صدقني والله العظيم بتتجاب بسهوله جدا جدا جدا، فوق ما انت متخيل، فاهمني؟ لو سمعت بس اغاني الماني، فاهم؟ هو ابدا ابدا وخلاص. لو سمعت اغاني الماني هتجيبها، صح. انت فاهمني؟ فاللي هو يعني المستويين دول مش صعبين خالص، انما من بعد بقى بيه واحد استثمر اللي انت عايزه بقى، فلوس، وقت، اي حاجه، عادي استثمر عادي، كل الكلام ده هيدفع لك في المستقبل، مظبوط. فاهمني؟ بس فهو كان الموضوع كده ان انا مخطط باذن الله ان انا اجي هنا ادرس اوز بيلدونج تمريض. تمام. اخلص اللغه. انا كنت عارف ان هو تقريبا الشرط المهم جدا في الموضوع اللغه. عاوز منه وهو صح. تقريبا كده يعني. ومش شايف فالمهم ان هو ده يعتبر كل حاجه يعتبر يعني. اه فكان كل لغه همي وخبره، ان فاهم؟ انا بالظبط ان انا اخلص الايه اللغه. جيت بقى تقريبا خلصت الاتس باي بس انت فكرت ازاي انك هتقدم على تمريض، انت كنت درست التمريض في مصر ولا؟ ما درستش تمريض، بس انا كنت دخلت الكليه خلاص. دخلت الكليه. تمام. بس كان عندنا يعني في الكليه كان في مواد فيها لحد ما ليها علاقه بالتمريض يعني. تمام. وشفت الشروط وشفت الدنيا وخلاص. مجرد ما خلصت الاتس باي كان ليا برضو ناس زمايلي في الكورس. كان برضو حاطين نفس الهدف. كان الهير بتاعنا شخص محترم جدا امم. يعني. احب اوجه له التحيه من هنا. هو اسمه هير بولا. انا شخصيا انا بحبه جدا على المستوى الشخصي يعني. حتى في حاجات كتير قوي ساعدني فيها بعيدا عن الكورس يعني او عن اللغه. بس المهم ان احنا كنا حاطين نفس الهدف. فجيت خلصنا اتس باي والموضوع اختلف لان انا شفت بقى موضوع الدراسه وان انت ممكن تعمل باتشلر بدل ما تروح تعمل اوس بيلد. ولعبت بقى في دماغي وان الباتشلر بقى ممكن منه بالظبط اللي تتفرع هو لألف حاجه. كمان انا شفت انه يعني الاوس بيلدونج هيبقى مقيدك شويه. ده حقيقه. ان انت ممكن مثلا مش هتعلى عن بوزيشن معين. حقيقه. او مش هيبقى عندك رفاهيه ان انت تطلع بره المانيا مثلا. او طبعا الموضوع بيختلف على حسب التخصص. بس يعني مثلا في حاجه زي التمريض لا عادي الناس كلها محتاجه تمريض. امم. بس تخصصات تانية مثلا لا هتفرق معاك. انت لا، لو عايز تخرج وتمريض بره برضه، المانيا. لو انت عايز تروح امريكا او حاجه برضه، هتعدي بالظبط هتعدي بسيستم مختلف وامتحانات كتير جدا جدا. بالظبط. بس الى حد ما برضو كان هيبقى عندك ان انت تطلع يعني. بس في المعظم او في المجمل الاوس بيلدونج مش سهل ان هو يبقى عندك الرفاهيه بتاعت الانتقال دي. ده حقيقه صح. بس فطبعا كل الكلام ده بقى جه قدامي. وشفنا بقى الحوار بتاع الدراسه ان انا عايز اكمل دراسه بره وكده. خصوصا ان انا دخلت الكليه ما كانتش على هوايه. طبعا فيما بعد يعني حبيتها خلاص. امم. بس طبعا لان انا اقتنعت تجاره انجلش لا يعلى عليها. ما اعرفش انت دخلت ايه، بس تجاره انجلش لا انا يعلى عليها. درست زراعه. عين تمام. شمس. كليه تمام. الزراعه جامعه عين عين شمس. شمس. جامعه عين شمس. تمام، قشطه. حتى يعني انا عايز اقول لك ان قشطه. كليه الزراعه عموما في مصر يعني او كليات الزراعه بتبقى حرم تاني لوحديها من كتر ما هي
كبيره ومتشعبه وليها تخصصات لا، هو اللي درس اصلا في عين شمس محدش يعرف يكلمه خلاص كده، أنت فاهم؟ يعني خلاص ده المفروض انت ان انت انت احسن دكاتره في جمهوريه مصر العربيه، بس تمام عشان محدش يفهم غلط. والله يعني فاهم اللي اسمع الحمد عنه. لله الحمد لله. طبعا النظام في الكليه ما كانش احسن حاجه. المهم يعني انه تقبلت الموضوع وحبيت المجال، لانه مش بس عرفت، لان انا عرفت انه مش بس مجال الزراعه كله ارض وزراعه ومعلومات في الاراضي بس انت وبتاع. ممكن تدخل حاجه زي اجري بيزنس بتاع كل الكلام بالظبط، دوت، يعني فاهم؟ فيها تشعبات كتير جدا. اسبانيا مثلا، يعني كل البيزنسات اللي فيها بتاعت المزارع كل الكلام دوت. مظبوط بتتكلم في ايه؟ مظبوط. بتتكلم في ايه؟ فيها وحاجات بتاعت تخصصات كتير. البكتيريا وكل الكلام دوت. وفيها اصلا مصانع ادويه وشركات ادويه محتاجين بالظبط، تخصص شركات اغذيه. تخصص كيميائي وزراعي وبيولوجي. مظبوط. فالموضوع، لا طبعا الموضوع بتاع الزراعه هو مش فاهم يعني ارض واحرس الارض وانتهى بالظبط. الموضوع، ما هو فاهم؟ انت بقى بتبقى طالع من ثانويه عامه خلاص بقى عقلك تفكيرك صغير. صح، دي حقيقه. يعني انت عقلك متحجم ان انت زراعه، خلاص هي زراعه. فاهم اللي هو انت فلاح من الاخر، فاهم؟ فلاح بالظبط، فلاح ايوه. انت مع ان هو الواحد مش قصده حاجه، بس فلاح. بس الواحد بيتريق فعلا ايوه لا احنا على لما العقليه كلمه بتاعته. فلاح الواحد فعلا اللي هو بيتريق على العقليه بتاعته وهو صغير. كان بالظبط. بيفكر ازاي، مع ان هو فعلا ادرك ان مثلا حاجات زي مجال الزراعي والكلام دوت، فعلا اي مجال تعرف تعمل منه حاجه كبيره جدا 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 جدا. اي بالظبط. مجال، اي مجال. عقليه الواحد كانت صغيره جدا. بس فعلا انا شايف دي من الحاجات اللي النت بيساعد فيها. اكيد فاهمني؟ اكيد. وكمان يعني في السن ده مش بس، ما يكفيش بس السيرش، انت كمان الاحسن ان صح. انت تجرب. وبرضه البيئه اللي الواحد بيكبر فيها بالظبط اكيد برضه اثر عليه. بالظبط بتشكل مخه بطريقه معينه، بالظبط بديناميكيه معينه، فاهمني؟ بالظبط. فهو ده اللي حصل، يعني انه من بعد ما دخلت الكليه وفهمت الدنيا وبتاع وخلاص بقى جه حبيت في فكره دماغي. الباتشلر. جه في دماغي ان انا خلاص مش عاوز بيلدونج ايه وبتاع ايه، انا عايز اكمل دراسه. فده اللي جه في دماغي ساعتها يعني. وخصوصا ان انا لما جيت بحثت في الموضوع هنا، على الموضوع المجال ده هنا في المانيا، لقيته موضوع كويس، في كليات كتير دي حقيقه. وحاجات من دي يعني. وممكن تستخدمه بعد كده قدام في دول تانية كتير. بالظبط. يعني هو مش يعني بس امريكا مقتصر برضو، على امريكا على فكره موضوع الزراعه فيها كبير جدا جدا مش جدا. بس مقتصر على دوله بعينها. انت في موضوع دي الزراعه حقيقه. ده في اي مكان في الدنيا، حتى لو رجعت مصر هتلاقي برضه في شغل كتير في موضوع دي الزراعه. حقيقه لان صح. انا اصلا كان في الفيشن ليتر بتاعي، يعني انا كنت كاتبه تقريبا صفحتين. تمام. تقريبا نص صفحه منهم عن الدور اللي انا هعمله باذن الله بعد ما اتخرج مم. بين مصر وما بين المانيا في موضوع الزراعه ده. فلقيته فعلا مجال كويس. وخلاص بقى انا قررت ان انا باذن الله ايه اروح المانيا دراسه. مم. فجيت بحثت وشفت الكليات والجامعات. قدمت بالفعل على 5 كليات، كان منهم الكليه اللي انا فيها دلوقتي، وكان في تخصصات مختلفه بس كلها تبع الزراعه. مم. يعني مثلا تخصص سستينبل اجريكلتشر ده اللي انا فيه دلوقتي، وفي الاجري بيزنس وفي مرات. الاجري بزنس، انت وفي جالك اجري بيزنس ولا جالكش اجري بيزنس؟ انا بفضل الله جالي الاربعه. يعني انا كنت مقدم على 5 جالي 4. فين وفين وفين والخامس وفين؟ اقول لك دلوقتي، والخامس ما جاليش عشان خاطر كانوا محتاجين شهاده لغه عشان خاطر اتس فاي. يجي لك قبول مشروط او حاجه من الكلام ده. ما كانش قبول مشروط، كان قبول نهائي، بس كانوا عايزين اتس فاي تمام. مع الورق. طبعا طبعا انت انا ما كانش عندك وقت. ما كانش عندي وقت، ما كنتش نفس قدمت الورقه القصه دي. صح. طبعا كنت مكلمك ساعتها، يعني كنا اصحاب ساعتها. ف احنا دلوقتي مش صحاب خالص يا اسطى، خلصانه. خلصانه يا اسطى. ف لا الحمد لله لحد دلوقتي اصحاب، بالظبط. وهنفضل ان شاء الله اصحاب. ان شاء الله. المهم فساعتها خلاص هو كان عندي بس ال3 اختيارات دول. فلما كلمتك ولقيتك في جامعه من الجامعات اللي انا واخد فيها قبول، امم فقررت انه اروح الجامعه دي. بس انا قلت لك وقتها ايه؟ انت قلت لي بلاش. قلت لك بلاش. قلت لي بلاش الحقيقه. قلت لك بلاش. بس انا كان الموضوع عندي صعب شويه، لان انا مش عارف حد في المدن التانيه. امم فعلى الاقل ايه، في المدينه ديت او في المكان ده على الاقل هشوفك، مش عارف هتشوفني، مش عارف ايه كل الكلام ده، هنهون على مع بعض. ان المسافه بين المدينتين بتوعنا ساعه ونص مواصلات. ساعه ونص مواصلات او بس ساعتين ستيل نفس او الكليه ساعتين نفس او ساعتين الجامعه. الا ربع زي اللي حصل النهارده في المواصلات. فبالفعل يعني قدمت مشيت في البروسيس بتاعت الجامعه ديت. بالفعل خلاص خدت القبول وكل الكلام ده. وكل اللي فات بقى، مع ان انا اصلا ما كنتش عايز اخش سستينبل اجريكلتشر، انا كنت عايز اخش او اكمل في الفيلد بتاع فود ساينسز. تمام. بس مش يعني مش بس وجودك اللي كان سبب. انا برضو كنت في مصر، كنت في تخصص تاني امم اللي هو
اراضي وميه، فكنت واخد مواد كتير جدا مشتركه ما بين المواد اللي بتاعت هنا السستينابل. والمواد اللي في مصر. فقلت بالمره ايه اعادلها واخلص ايه من عليا هم مواد مش ايه ملوش لازمه يعني. امم. وبالفعل يعني المفروض ان هو ده باذن الله اللي هيحصل. يعني انا مقدم ورق لسه ما بفيش عليه بتاع المعادله، بس ادينا مستنيين يعني خير ان شاء الله. بس لو نرجع كده خطوتين لورا، انت بقى لما اخدت الكورس الالماني عملت فيه ايه بالظبط في المعهد؟ والله بص، هو الالماني اكيد فادني هنا، لان انا مثلا واحد لو ما يعرفش اي الماني خالص لا ده بس لا هيعرف يروح سوبر ماركت، ولا هيعرف يفهم كلمه، ولا على الاقل انت مش كل الكلام ولا، دي حقيقة صح. بس يعني على الاقل يعني انت موجود. دي حقيقة صح. بس صح. هي دي الفكره يعني، هو ده اللي فادني بيه الكورس يعني، لان انا ما مشيتش في كليه فيها الماني او الكورس بتاع بالالماني. انا كل اللي كان مختار، كل اللي كنت مختاره كان كله انجلش. امم. انا كنت عامل الايلتس، فخلاص هو انجلش انجلش. وبعد كده لما اجي بقى، ودي كان طبعا من الغلط اللي انا عملته. يعني انا هفضل انبح صوتي في الموضوع دوت، لان نفس الغلطة اللي انا عشت فيها انا مش عايز حد تاني يمر بيها. الفترة بتاعت مصر بتاعت الجامعة مش هتتعوض في حياتك. صح. مش هتتعوض في حياتك. حقيقه. تشهد بالموضوع دوت. اشهد ونص. و- بص احنا ما كناش فانا في النقطه دي صح، ما صح. اتكلمناش فيها فتره ان انت لايفلس. تمام، انا بسميها فتره اللايفلس، لو انت عديم الحياه. محدش يقول لي انت عديم الحياه. ما تمام. تعملش حاجه. بالظبط، انت عديم الحياه، انت ما بتعملش حاجه. ما يهمنيش انت في جامعه ايه، انت في كليه ايه. بس يا سيدي هنتكلم عن الناس اللي زي حالاتنا يا سيدي. غالبا على جدا الاقل. على الله، فاهم، تجاره انجليزي وبتاع، فاهم على الله، انت ما بتعملش حاجه في حياتك. تمام، فلو فعلا ما حطيتش مثلا ال 12 ساعه دول 10 ساعات دول في حاجه، انت ناوي يعني تستغلهم امتى او تجيبهم انت هتجيبهم ازاي دلوقتي بقى؟ صح. انت في المانيا دلوقتي هتجيبهم ازاي؟ انسى. انسى خلاص كده، الزمن ده راح. يعني هي ممكن تيجي بس بصعوبه طبعا، مش زي ما في مصر يعني يعني. هتبهدل نفسك. هتبهدل كتير. هتبهدل نفسك عشان طبعا تعرف ده تجيب الكام ساعه اللي انت فاضي فيها. بالظبط. ده طبعا انا بقول لك ده من الغلط اللي انا عملته، لان انا زي ما بقول لك احنا يعني معظم الشباب كده حاطين انه بس اجي المانيا واي حاجه بعد كده تتحل. طبعا ده مش قرار صح، لان انت برضه هتيجي هنا هتتعب. لو انت معاك المانيا هتوفر عليك حاجات كتير جدا. طبعا. زي موضوع الشغل مثلا، يعني انت مش على الاقل يعني ممكن تتعب، بس مش تتعب زي ما واحد مثلا معهوش الماني خالص. يعني مثلا واحد زي حالاتي انا ما معيش الماني اللي يخليني اشتغل بالالماني، فمضطر ان انا مثلا انزل شغلانات اللي هو اي حد في الدنيا ممكن يعملها. دي حقيقه. اي حد في الدنيا اللي هو بس دي حقيقه. بيعرف يمشي وياكل ويشرب يعني انا بس. قلت ان دي قاعده اي فلوس واي شغل في الكوكب. كل ما انت بتعمل شيفت من الجسم للعقل، كل ما انت فلوسك بتعلى. لان مظبوط. لان كل الناس يعني عندهم ايدين ورجلين، فاهمني؟ امم. يعني كل الناس عادي يعني، بني ادمين زي بعض كل الناس. مظبوط. صح. فاهمني؟ فاللي هو اللي بيعرف يشيل الكرتونه دي في 1000 غيره يعرف يشيلها، صح. في بليون غيره يعرف يشيلها. انما مش كل الناس تعرف مثلا تكتب سطر الكود ده وليكن، يعني ده اللي جه في مخي، او مش كل الناس تعرف تخيط الجرح دوت، فاهمني؟ صح. او تفتح الجرح دوت، او فاهم، او تعمل حاجه. مش كله. مش كل الطلاب مثلا بيتكلموا نفس او الماني على الاقل. بالظبط. يعني فاهمني؟ بتفرق. فانت كل ما انت بتعمل شيفت، فاهمني، كل ما انت لازم الرقم بتاعك يعلى، لان انت اللي بيبقى الناس اللي منك بتقل. فالفكره بتاعت اللغه ان انت اخدت في المعهد A2 صح؟ خلصت ساتسفاي. تمام. طبعا هيبقى عندك ميزه ان انت لو انت جاي بيها من مصر هتوفر على نفسك كتير. يعني مش بس هتوفر على نفسك تعب مذاكره، انت هتوفر على نفسك حاجات كتير قوي. تعب جدا مذاكره جدا جدا جدا. وتدوير على شغل في مناطق مش عندك وراحه اصلا، وراحه. وراحه برضو نفسيه، اللي هو وراحه نفسيه طبعا تعرف تتعامل، اللي مهمه هو هنا جدا. دي كده. ده كده كان بالنسبه لموضوع تقديمات الجامعه والمذاكره وكل الكلام ده. الورق اخد منك قد ايه؟ اللي انا اتذكره انه زي ما قلت لك كده، انا في البدايه خالص يعني اخدت سنه تقريبا، ده بعد طبعا حوار الاوزبيلن وكل الكلام ده. امم. اخدت سنه بس اعرف الدنيا والبروسيس بتمشي ازاي في موضوع الدراسه، انا في عجبني الباتشلر بالذات. عجبني انك لميت معلومات. وانا فاكر ان انت لما كنت بتدخل تسالني كنت تسالني في حاجه سبيسيفيك جدا جدا لا انا جدا خلاص، جدا انا كنت فعلا خلاص يعني جدا. اللي هو يعني انا ممكن حد يبعت لي فعلا رساله اللي هو جنرال اللي يقول لي هو. لا هو مش جنرال، هو حاجه فعلا مش طبيعيه. لو مثلا يقول لي وانا اسافر المانيا ازاي، ايوه بالظبط. يعني هو انا فعلا انا ما اعرفش انا ارد اقول ايه. طب اللي صح. هو يعني، طب اللي هو فعلا، ولما حد بيسالني السؤال ده انا في مخي 1000 اجابه، ولو انا قعدت اجاوب ممكن مش اقعد هنخلص. ممكن اقعد سنه. صح. فاهم؟ انت كنت بتيجي بتسالني الجامعه دي ولا دي، المدينه دي ولا دي، المدينه دي جنب كذا، المدينه دي جنب كذا. الورقه الفلانيه مثلا. ميك سنس، فاهمني؟ مظبوط. ميك سنس جدا 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 الاسئله ديت. انما لان الاسئله دي انت عمرك ما هتعرفها، ومش يعني ما فيش سيرش عليها، لان الكيس دي متفصله على على مقاسك انت. واحد. صح.
فاهمني؟ فانت الكيسه متفصله على مقاسك، قشطه انا معاك فيها، يلا بينا ندوس مم. نناقشها سوا بتاع الكلام دوت. انما اللي هو ايه، إيه الورق المطلوب بتاع كذا، في اصلا عنوان فيديو إيه الورق المطلوب، او السفاره اصلا حاطه إيه الورق المطلوب. صح. اقول لك مثلا هو الرقم حساب البنك كام، السفاره منزله حرفيا ورقه برقم حساب. الفكره هو لو كتب السؤال ده على جوجل، مم. يعني هو يبعته لي قشطه، بس لو خده كده كوبي وحطه على جوجل هيلاقي الرقم قدامه. هو مظبوط يعني حتى اكيد. هو مش هيتك على اللينك دلوقتي، حالا جوجل فيه الفيتشر بتاعت ان ايوه ايوه، انت بيظهر بيطلع لك لك المعلومه على طول. المعلومه حرفيا، فاهم؟ بالمعلقه حرفيا. مم. فاللي هو لو كتب بس على جوجل هيلاقي كده الرقم كده محطوط كده. هو ده بس الفكره، ان انا يعني الاسئله ديت انا شايف اللي هو لو انت مش عارف تساعد نفسك، انا اساعدك ازاي؟ بالظبط لو انا بالظبط، عايز على فكره اساعدك، ده موضوع. لو فاهم انا عايز اساعدك، بس انا اساعدك ازاي لو انت مش عارف تساعد نفسك ومش مخليني اساعدك؟ بص، هو الموضوع نسبي شويه، هو طبعا اكيد انت معاك حق، بس هو الموضوع نسبي شويه ليه؟ لانه في ناس بتبقى يعني تايهه في حته البروسيس، او حته ان هو مش فاهم الموضوع لانه من البدايه كده الموضوع من بره هو موضوع اوه لسه ما اعرفش فيه حاجه. اوه، انا لسه فاكر موضوع اوفر بطريقه مش طبيعيه. اللي هو يعني اوف، ده بتحس ان انت اترميت في متاهه في كوكب مختلف. بالظبط. اللي هو والورقه دي من فين بتجيب، على مين بتودي، طب فين وانا انا لما رايح اعمل فين. كذا طب ايه اللي طب انا هيحصل؟ جاي، طب لو ما عملتش طب ده اكتب ايه؟ طب ما اكتبش كميه ايه؟ اسئله انفينيتي بتيجي صح. بتيجي في مخ الواحد مجرد ما يبتدي في الموضوع ده. الحاجات اللي هي ما بين السطور دي هي اللي بتلخبط شو الناس. انا موجود بقى عشان خاطر الموضوع ده. اه بالظبط، يعني انا مثلا برضو انا لما حد بيخش يسالني في حاجه سبيسيفيك خالص كده بكون يعني مبسوط جدا وانت وانا بتساعده. برد عليه. شو صح صح. لانه انا عايز الناس كلها تبقى مبسوطه، الناس كلها تيجي والناس كلها تحقق اللي هي عايزاه. فحته ان هو يجي يسال ان جنرال دي مش لذيذه خالص. ان انت اقول لك it doesn't make sense. روح افهم الاول، يعني افهم الموضوع، خش في الموضوع الاول وتعالى. بعيدا عن الموضوع دوت، احنا كده اتكلمنا عن في كل حاجه، بعيد عن تجربتك اول ما انت جيت هنا بقى يا معلم. اول لما انت رجلك لمست المانيا، بلاش التجربه. انت نزلت في مطار ايه الاول؟ انا جاي دايركت من مطار القاهره لمطار دوسلدورف. موضوع السكن هنا كان معضله تمام. تمهيدا بس تمهيدا القصه يعني. ف في عجنه ممكن تحصل دلوقتي. اكيد، فموضوع السكن كان معضله بالنسبه لي. تمام. فاضطريت ان انا من وانا في مصر اشوف اي حاجه. فكان في حد على الجروب بتاع السكن بتاع الجامعه عارض ان في ممكن يعني ان انت تشاركوا في الاوضه. لفتره صغيره. لفتره صغيره، يعني اوضه كبيره وانت هتشاركوا فيها. تمام. فطبعا ما دخلتش الا لما عرفت ان هو عربي. كام بقى؟ لا، كان ساعتها رقم لحد ما قليل. يعني كنا احنا الاثنين بندفع حوالي 550 على اوضه محترمه. 275. 275. الفكره هنا دلوقتي ان ده طبعا لازم يبقى مؤقت، علشان لازم تعمل امال دون بتاعك. ما هي كان الفكره انت لازم انه تسجل عشان خاطر الورق بتاعك، عشان خاطر تعرف تطلع رقم الضرايب وكل الكلام ده. ما هو بص، ما فيزا. هي كانت الاوضه كانت هي اصلا معموله الاثنين. يعني انا عملت فعلا الالميلدون بتاعي على العنوان بتاع الاوضه او على يعني العنوان بتاع بس البيت. بس انا فهمت، ايوه مساحه مساحه الاوضه تسمح. تسمح ان في اتنين يتسجلوا عليها. بالظبط. صح كده. بس انت لازم طبعا تجيب موافقه من اللاند لورد، اكيد من يعني. صاحب البيت. اكيد بالظبط. بدونها مش هتعمل اصلا. صح كده. فده اللي حصل فعلا. المهم كلمت لان الراجل ده، خاطر ما في كلمتوش. معظم الحالات دي لما الناس عندهم اوضه كبيره ممكن يشاركوا فيها حد. آه، بتبقى لا، اللي هتلاقي مثلا هو مثلا بيدفع 500، هتلاقي بقى اللاند لورد ما دام شايف ان في اتنين هيسكنوا فيها يقول لك كام؟ 600. هو برضه دي حاجه. مش هيدفعك برضه 250. هو ايوه هي مثلا هيقول لك انت كده كنت متعود على 500، فهي يعني بتدفع كام؟ ايوه صح. 300، ما فرقتش كتير من ال 250، وهو يطلع ب 100 زياده. وكمان في حاجات بتبقى سبليت اللي هو مثلا. صبلتي دوت مش في الكيس بتاعت ان اي حد جاي. بالظبط يعني. انا كنت بدور على اي حاجه بالظبط. يعني. بس يعني الحمد لله توفقت. لازم تسجل على في طول انه اول ما في تيجي، انه لازم. كان مع انميلدو. انت ممكن تعمل انميلدو. الحمد لله يعني. المهم كان الشخص ده هو الميدونج ده بالنسبه ان هو يسجل هنا في البلد سجل نفسك في عنوان البلديه. السكن امم بالظبط، عشان خاطر ده العنوان اللي بيجي عليه البريد وكل الكلام دوت، اللي بيجي عليه رقم الضريبه وكل الحاجات ديت. لازم يبقى فيه هنا عنوان، من غير العنوان ومن غير التسجيل فيه ما فيش حاجه هتتعمل هنا عموما في البلد. مظبوط. بس فرب كرم وتوفقت في شخص عربي. انا اصلا تمام. ما وافقتش ان انا اقعد مع حد غير لما عرفت ان هو عربي. تمام. فطبعا هو بالنسبة لحد جاي جديد ده قرار سليم، انما بعد كده لما انت ما طبعا انا ما اعرفش بقى ومش بالظبط، عايز انما ايه. لما هتيجي بقى تتعامل مع ما الجنسيات كلها اكيد هتبقى اكيد عارف مش كله برضه بالظبط، يعني. هتبقى عارف إيه الجنسية اللي انت ترتاح لها لو والجنسيه. انت لو انت هتنام في الشارع ولا تقعد معاها هتنام في الشارع. فاهم؟ وايه الجنسية اللي انت تقعد معاها، وده على فكرة بعيد عن العرب، احنا بنتكلم عن الجنسيات التانية يعني عموما عموما. بالظبط.
مظبوط. فاهمني؟ تبتدي انت فاهم، لما تشوف شكل واحد اللي هو انا عارف انت من خلاص فين، او انا عارف انت من فين، وانا عارف اللي هو يتقعد معاك ولا لا، فاهم؟ ايوه صح بالظبط مظبوط. كده. فبالظبط يعني هو ده اللي حصل. المهم عرفت ان هو لبناني. امم. هو بالمناسبه اسمه وائل. تسلم يا وئام. والله العظيم راجل جدع. خلصنا وقعدنا مع بعض فتره طويله عشان كنا خلاص ارتحنا يعني اصل في ناس ايه، يعني انا واحد من الناس مثلا ما بحبش اقعد مع حد، سيم. وهو يعني برضو غالبا عنده نفس النظام، بس هو كان شايف انه الموضوع 550 كتير على الاوضه لوحده، فهو كان شايف ان هو ممكن ايه يشوفها مع حد مؤقتا يعني. فطبعا لحد ما يمشي مثلا او حاجه. لحد ما ايه اموره تتظبط، وانا نفس الكلام. فطبعا هو ده اللي حصل في الاخر. احنا ايه يعني الموضوع ارتحنا مع بعض انه خلاص بقى انت كل واحد بيعمل اللي عليه. بالظبط، اللي هو حطيته السيستم، لان معظم، هو قصده اللي هو ارتحنا مع بعض، معظم الناس اللي ساكنين في نفس الشقه اللي هو سكن مشترك او كده، بيحصل مشاكل على بالظبط. التنظيف، على ورق الحمام، على الصابون، على ايه تاني، في حاجه انا فايتها، على على المواعين. مصروفات مثلا لو انتم مشتركين في حاجه. بالظبط كده، بالظبط كده. وفي ناس فعلا بتتخانق على 1 يورو و2 يورو. يعني انا كان بالظبط. في واحد صاحبي اردني كان ساكن مع بنت ايطاليه ومع بنت البانيه. كان كنت انا بشوفه بعيني، انا كنت بزوره في رمضان، كنا بنفطر سوا، فلقيت كده برطمان كده محطوط فيه فكه، فاللي هو بتريق عليه بقول له يا عم شوف شيل الحصاله بتاعت التحويش دي من هنا. قال لي اه ده عشان ورق الحمام. فببص، هو ورق الحمام اصلا فاهم بيورو و70 سنت، يعني لو انتم ما مكبروش الموضوع قوي كده يعني. لا لا تمام انت. في ناس فاللي كده. هو فاللي هو قلت له مش فاهم يعني. قال لي عملوا لي مشكله عشان خاطر اشتروا مرتين ورق الحمام ورا بعض. انا ما كنتش هنا اصلا، كنت في الاردن. تمام. الموضوع ان يعني انت فاهم انت. تسكن في جي او ان انت تسكن مع حد كمان في غرفه لوحدكم بالظبط. دي فلو انتوا فعلا مش زي ما مش انت بتقول لو مرتاحين الكيمياء مرتاحين مع بعض، او في السيستم اللي انتوا حاطينه، هيبقى 24 ساعه خناقات. وانا شايف ان ده بصراحه وجع دماغ، وصداع ملوش تالتة. بالظبط. لو انت مش جاي البلد دي بصراحه عشان خاطر تتخانق مع حد، اكيد. او انك تحط ضغط زي ده زياده ملوش اي لازمه اصلا في الحياه، فاهم انت؟ ما استفدتش حاجه. صح. فشيله، فاهم؟ بالظبط هو ده اللي فكويس حصل. كويس كويس. المهم الراجل يعني زي ما قلت لك كده طلع كويس وبتاع، وقعدنا مع بعض. وقعدنا مع بعض تقريبا فتره 6 شهور مم. او 5 شهور. الموضوع بقى ايه، هو نزل اجازه وبعدين شاف سكن تاني. وانا المهم يعني الشاهد من الموضوع ان هو انا عرفت الشخص ده، عرفته مم. من وانا في مصر. يعني ما كنتش جروب لسه ايه عارف. بقى؟ كان جروب تبع السكن بتاع المدينه. تمام تمام تمام، على يعني هو الواتساب او هو كده. هو ستودنتس المشرفين عليه ستودنتس بس. كله انا عارف معظمه ان في جي. السيستم ده، بس انت طبعا ده الكلام ده لما انت جالك بقى القبول بتاعك لما دورت. خلاص لما الدنيا خلاص بقول لك انا مسافر. ماشي، بس انت جبت من فين بقى الجروب ده؟ عشان الجروب ده لما انا وصلت له، اه او الجروبات دي لما انا وصلت لها، انا بكون هنا اوريدي، فاهم؟ لا ما هو انا فلو هقول لك انا انترستنج جدا هقول لك انا. اعرف انت ازاي عرفت توصل لحاجه زي كده من وانت في مصر، لان دي حاجه بصراحه يعني عظمه بص انك عرفت تعمل الحركه دي. بص انا الجامعه بتاعتي بعد ما خلصنا خلاص معظم الاجراءات بتاعت التقديم، وخلاص خدنا القبول والدنيا تمام وكله زي الفل. بعتوا لنا الجروبات بتاعت الواتساب بتاعت الدفعه بتاعتنا. بس خلاص كده عرفت. ايوه، دي حاجه اسمها الفريشرز ويك، او بتاع الفيشرز ويك. اقول لك انا كنت شغال في الجامعه بالظبط. سنتين، فعندي فكره عن الموضوع ده. المهم ان هو ده فعلا اللي حصل. بعتوا لنا الجروبات ديت، ومن الجروبات ديت بقى في ناس يعني معانا في الكورس دخلونا بقى في ايه، الجروبات بتاعت السكن وجروبات مش عارف ايه وكل الكلام جميل جدا ده. جدا جدا. انا شايف ان انت ممكن تكون في الحته دي محظوظ سيكا. م. كل واحد دايما لما بيجي في حته بيتبهدل. كده محظوظ بالظبط فيها. بالظبط بيتبهدل، بس بيبقى في حاجه او اتنين بيبقى محظوظ فيها. اكيد. وهتلاقيه هو الوحيد المحظوظ في الموضوع ده، مفيش حد تاني غيره محظوظ في الموضوع ده. اكيد. لازم لازم، هي ما بتجيش غير كده، فاهمني؟ صح. هتلاقي البهدله مشتركه ما بين كل الناس، انما كل واحد عنده كده حاجه، فاهم؟ فلتت منه. مظبوط. فانا بقول لك انت فاهم، انت الحته دي كده ايه فلتت منه، لان معظم مظبوط. الناس تيجي هنا بتتسوح، يقعدوا بقى يدوروا فنادق اير بي ان بي. انا عارف واحد كان صارف 600 يورو فنادق، م. انه ما كانش عارف يعمل حاجه، فاهمني؟ والمان وغير المان، لان كان في واحد الماني ده كان في الشغل في الجامعه كيس عندنا، كان المفروض ان احنا نساعدها. كان بايت في العربيه بتاعته 4 ايام، كان بينام في العربيه بتاعته، وكان بيطلع على الجامعه ياكل في المنزه هناك ويستخدم الحمام هناك. زي ما قلت لك كده دخلت على الجروب. كل واحد بيخش يقول اللي عنده اللي عايز بتاع اللي يسأل. فلقيت وئام كان عارض الاوفر ده، فدخلت قلت له وبتاع وخلاص اتفقنا. المهم عرفته يعني من ساعتها. فجينا بقى الموضوع ان انا خلاص بقى باذن الله احجز التذكره وماشي. طبعا في موضوع تاني قبل موضوع التذكره ده، موضوع الجيش والتجنيد. وعلى فكره ده في حصل فيه تغييرات جذريه. طب شير وانت شير اخر الاخبار. ما ينفعش تطلع تصريح سفر بعثات وانت في مصر، لان انت لازم تبقى
معاك القيد الدراسي بتاع. لازم تبقى هنا عشان خاطر التامين بالظبط. الصحي والكلام ده بقى. بالظبط. فقلت لك ان هي دايره مغلقه، بتفضل في الدايره المغلقه ديت. بالظبط، ده اللي حصل فعلا، انه ما كانش الموضوع هيمشي لولا ان انا كنت واخد القيد. فانت عشان تجيب قيد فعلا معظم الجامعات مش تجيب قيد غير لو انت هنا. صح. فدي برضو كان من ضمن الحاجات الحلوه يعني، انه انا خدت القيد من وانا في مصر. ازاي بقى؟ هو كله واقف على التامين الصحي. بالظبط، ما بقول لك عملت في التامين الصحي عشان انا عارف ان الموضوع كله واقف بص في التأمين بقول الصحي. لك انا عملت ايه. انا كنت عامل البلوك ده اكونت بتاعي على فينتيبا. تمام، عملت التامين الصحي اللي تبع فنتي. فينتيبا بلس. فينتيبا بلس في الاوبشن بتاع ان انت تعمل هيلث انشورنس تبع الدي اي كي. تمام. وده فعلا اللي انا عملته، وخدت الشهاده بتاعته وبتاع وقدمت بيها، والفعل الجامعه بعتت لي القيد. تمام. خدت القيد وقدمت في البعثه. تمام. فده اوبشن تاني لاي حد مثلا عايز يعمل الموضوع. لا ده هو ده كده بقى الاوبشن البلد الوحيد بقى. طبعا اكيد. بالمنظر ده. انت عايز تطلع بقيد لازم تعمل التامين الصحي. يبقى مفيش الجري اللي انا جريته بتاع السياحي اللي انا عملته. بص، انا موضوع السياحي ده كنت مقلق منه جدا، لانه انا وانا في المطار كان في كانت هي. يعني انت طالب السياحي؟ لا انا مش طالع سياحه. تمام. بس انا الموقف اللي حصل في المطار ده هو اللي قلقني منه، وقلت الحمد لله ما طلعتش سياحه. تمام. كان الظابطه اللي في المطار بتاعت الجوازات بصت. ظابطة. كانت ظابطه، ما اعرفش. تمام. 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 المهم يعني بصت في التصريح، بصت لي اللي هو شكت فيا، اللي هو انا مش فاهم في ايه، اللي هو بصت لي من فوق لتحت كده، وبصت على الورقه. لا وايه بقى، الناس كلها واقفه طابور ورايا، وقالت لي استنى اقف هنا انا هتاكد الاول. انت متخيل؟ اول مرة اشوف والله العظيم أول مرة وقفت، أشوف وقفتني وراحت متصله. يبقى هي دي معرفش كانت تتصل على الحتة مين. الحتة اللي انا محظوظ فيها. هما طب ما تقريبا ما بصوش على لا لا لا، انا الراجل قال لي ده، انا الراجل كلمني، الراجل بص في تصريح السفر. تمام. انا في دماغي اللي هو ايه، الفيزا مطبوع الماني، هو مش ورق الماني، فاهم انت؟ مش في دماغي ان الفيزا مكتوب فوق دي، التايب دي، فالتايب دي معناه اللي هو اللونج ستاي، فاهم انت؟ فاللي هو انا في مخي مش ركز في الكلام ده. انا مغفل بصراحه، مش هنكر، لان الراجل ده شغال هناك من قبل ما انا اتولد. فاهم انت؟ فاللي هو انت مش اول ولا اخر بني ادم. دي من الحاجات الواحد استفاد فيها في حياته، اللي هو ايه، لما بيتعامل مع الناس خبره في حاجه، انت مش اول ولا اخر بني ادم. فاللي هو ما تشغلش دماغك على حد، فاهمني؟ بالذات حد قديم، انت مش اول ولا اخر بني ادم، فاهم؟ هتتعب، هتتعصلك. لا انت شكلك بيبقى وحش جدا، صح. فاهم؟ شكلك بيطلع وحش. فالمهم يعني ما شغلتش دماغي، يعني اللي هو فاهم، هو الراجل اصلا سالني وانا جاوبت صراحه، فاهم؟ فشايف تصريح سفر سياحه، وشايف ان انا طالع ايه، دراسه لونج ستاي. فبص على الفيزا بيقول لي انت رايح دراسه؟ قلت له اه، وهو ده تصريح سفر سياحه. قال لي طيب خلاص مش هعدي. انت ده كده انت برضه فاهم خلي بالك. يعني اللي هو حصل، اللي هو اصلا شاف وسالني، وان انا ما كدبتش، فاهم؟ اللي بس انت هو محظوظ برضه. ترو محظوظ. هو كان هو لو كان يعني عصلك كان. كان من حقه، هي دي بقى لو كانت عصلجت معايا، يعني لو كانت شافت سياحه ما كانتش طلعتني. ترو. بس عشان كده انا بقول لك، انا كده اكتشفت ان دي الحاجه اللي انا محظوظ فيها. طبعا. ان دي فعلا، انا لو كنت انا وقعت انا مع دي، بالظبط. كان فيها سنه دي على ما اطلع من البلد بقى، فاهم؟ بالظبط. كلمت بقى وقام، وقلت له ان انا جاي خلاص، حجزت الطياره. ممكن تقابلني في المطار كذا كذا. وقلت له ان انا عايزك تقابلني في المطار وبتاع، لان انا ايه، انا ما اعرفش اي حاجه حرفيا. ستيل على فكره انت سو فار كده محظوظ. والله بص، انا عايز افهمك حاجه، ان انا لما جيت هنا بقى اتسوحت انا في الموضوع ده، لان انا جاي مع نفسي، فاهم؟ ما في ناس كتير كده، بس يعني انا برضو خلي بالك، الحلو ما بيكملش. دي يعني حقيقه. انا برضو ما انا متوقع ان في حاجه في خازوق. بالظبط، انا متوقع ان في حاجه كده جايه كده هتشيل، فاهم؟ بالظبط. انا لما رحت وصلت كنت متفق معاه ان هو خلاص يعني ميعاد وصولي كذا، وهيتاخر عليا ساعه ماكسيموم. ساعه. قلت الساعه دي هلف فيها في البلد شويه، هلف في المطار شويه. هو مش في البلد، هو في المطار بس، فاهم؟ اعمل اي حاجه، انا ما اعرفش بقى. المهم قعدت، كان التليفون فصل شحن، واهلي عايزين يطمنوا، ومش عارف مين وايه اللي بيحصل وبتاع، وانا مش معايا شاحن. معكش باور بانك او مش معايا، يا ربي. لما جيت هنا اتفاجئت ان بس المطار بيبقى فيه سوكيتات. ما السوكيتات بتاعتنا بتاعت مصر زي السوكيتات بتاعت المانيا، صح؟ نفس المقلب اللي حصل فيا. انا جاي انا بالليل، اتدبست 15 يورو في الحوار ده. انا انا بقى اتدبست. ما لقيتش مكان اشتري منه 15 يورو اصلا، اشتري منه البتاع. انا اتدبست، دفعت اللي هو انا جاي المانيا بمخ ان الواحد يورو كان على اياميها، فاهم؟ 19 جنيه، فاهم؟
فانا لما بشتري اي حاجه بحسب ان دي كده 19 جنيه مقابل كل واحد يورو، فعشان كده كان الواحد اول كام شهر كان عايش عيشه، لا 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 فاهم، عيشه الجاهليه، فاهم. لا لا، ما ينفعش. فانا بقى اتزنقت، انا لازم المشترك ده. انا وقتها ما كنتش افهم اي حاجه في اي حاجه. نزلت كده مكان كده اسمه اكسبرت، تمام، عامل زي كده ساترن هنا كده، تمام. مم. مش عارف اسمه ايه، بتاع الحاجات زاتر انه في اكشن. ساترن، ايوه. المهم اشتريت منه المشترك ده، كان 15 يورو، اللي هو وانا فاهم حسابها بقى بالجنيه. وانا اللي هو في مخي، انا لو عرفت حد ان انا اشتريت حته مشترك في مصر كان بيتباع، فاهم، ب 20 جنيه، اشتريته ب 400 جنيه، انا هيتصفى عليا، اكيد تمام. اكيد اكيد. فايوه ايوه ايوه، لبست انا بس في نفس بس القصه دي. هي المشكله بقى ساعتها ان انا اصلا ما كانش معايا، او ما كانش في مكان ان انا اشتري منه مشترك او ادابتر. امم. فكان الموضوع عندي صعب، لان ما كانش فيه السوفتات اللي في المطار كلها زي بتاعت مصر، وانا ما كانش معايا غير اللي امم. هو العريض ده. فربك كرم ولقيت واحده كده ست تركيه محترمه. الست دي انا لحد النهارده مش عارف اوصل لها، لا هي ولا ابنها. حصل معايا موقف لطيف في المطار. اتكلمنا شويه، كانت تركيه هي، ما بتتكلمش غير الماني وتركي. المهم قعدنا نتواصل شويه كده، برضه الالماني بتاعي على قد. امم. المهم وصلت مع الماني. طبعا. شفت انه زي انا اكيد فاهم. اكيد. لو كنت قلت لي تركيا وبتتكلم انجليزي كنت اقول لك، لا لا لا، كنت اقول لك في حاجه غلط هنا حصلت الماني. في الكون ده، فاهم انت. المهم اتكلمنا شويه وبتاع، ففهمت ان هي مستنيه ابنها يجي ياخدها من المطار، هي كانت بتعمل عمره. امم. ف... فقالت لي لو انت عايز تيجي، انا ابني جايب العربيه وتعالى معانا اوصلك. فين هم رايحين، فين ديسبورغ؟ هي ما كانتش عارفه انا رايح فين، قالت لي تعالى اوصلك وخلاص. نشوف الناس لدرجه ايه يعني، هم ما يعرفوش انا رايح فين. تمام. المهم، تتخطف وعلى فكره كده، لحد ما انت ابنها تتخطف كده يا اسطى، بس لحد ما قشطه. ابنها جه، لا لا، ما انا خلاص بقى يعني، واحده ست قاعده جنبي كبيره تمام. ما هي وابنها كلها بتبتدي جاي. كده القصص. اه والله يعني، بس مش في المانيا يعني. تمام. بعدين الواحد جاي بقى ما المانيا بقى، غرك الامن والامان بقى ما غركش الكلام ده، بس قشطه. ما طبعا انا ما ما غركش الكلام ده، يغرنيش. بس قشطه. والله حاسس موقف هاكلك بعد الكاميرا بس. بس بالظبط، ولا ما غركش المانيا بس. الحاجات دي بتحصل في الكوكب والله كله، فاهم العظيم انت. يا اسطى الموضوع. المهم، فاتكلمنا شويه وبتاع، وخدت منها الشاحن، فعلا شحنت شويه لحد ما ابنها جه طبعا، وقام سوحني شويه لانه كان المفروض ساعه وهيجي. تمام. انا تقريبا 4 ساعات. انت هتبعت له الفيديو ده اصلا، هتبعت له؟ لا صدق. ما هو عارف. هتوري له البودكاست ده؟ لا ما هو عارف. هو عارف. هو عارف. خلاص قشطه. هو اكيد يعني، انا كل ما اشوفه اقول له حرام عليك يا اخي، قعدتني في الموضوع. والله العظيم. كنت ساعتها ما اكلتش حاجه، ساعتها الاكل بتاع الطياره، اه. وما نمتش وعايز انام وصاحي بدري وحالتي حاله، وواقف ومفيش مكان ان انت تقعد، مش عايز تقعد بس تقعد في كافيه ولا حاجه تدفع 20 يورو لو انت لسه داخل البلد. اللي شفت هو هو بقى التفكير ده دلوقتي حالا، لو انت دخلت الكافيه ودفعت 10 يورو، اللي عادي. هو خلاص يا فاهم، اه هي خلاص 10 يورو عادي 10 لو. يورو، لا هي 10 يورو 10 جنيه، فاهم. ايوه هو الكلام ده بعد سنتين بقى بيجي. بالظبط. انما في البدايه يعني لو دفعت فعلا يورو واحد يبقى قابلني. صح، فده اللي يبقى قابلني حصل لو انت فعلا. دفعت يورو. ده اللي حصل. المهم يعني الموضوع خلص، والست ابنها جه، وكان معاه كمان اخته الصغيره. المهم مشي. قالت لي محتاج حاجه، قلت لها لا وبتاع، وسلام وسلام ومشينا. ابنها برضو عرض عليا لما جه، شرحت له الموضوع وبتاع، وعرض عليا. قلت له لا انا مستني واحد صاحبي وهنمشي سوا. صح. شكرا وبتاع وايه، ومشي. كانت الساعه كام كده وقتها؟ لان بعد ساعه معينه خلاص كنا ما عادش فيه مروح، فاهم. اقول لك كان حوالي الساعه 7 بالليل. بالليل. خلاص فاضل لكم بتاع ساعتين، كان ثلاث فاضل ساعات مثلا حوالي اهو. الساعه 7 7 ونص كده. اه. كان كان ابنها فاضل جه. لكم، بقول لك كان فاضل لكم كده ساعتين ونص او ثلاثه وبالسلامه كده، خلاص يعني. طبعا انا تليفوني فصل بعديها، ما عرفتش اوصل لوقام، وهو قام يعني. انا في المطار، ايه في المطار ده، ما المطار ده. لا ده انسى، المطار انا في المطار، دوسلدورف، بس انسى. ايه مطار ايه يعني. المهم ربك بقى سبحان الله، والله العظيم يا اخي. بعديها بشويه خلاص انا فقدت الامل تماما، قلت انا هقوم امشي، مشيتوا. احاول اوصل لحد يشحن لي التليفون، وبعد كده ابقى اكلمه، او بعد كده ابقى اروح للبيت، العنوان بتاع البيت، اي حاجه. المهم ان انا لازم اتصرف، ما انا هفضل قاعد في المطار، ابات في المطار، وانا خلاص باور على اخري. بانك، باور بانك كان ممكن يحل لك كل لا، المشكله ما دي على طبعا انا فكره، ما عشان بس تبقى بشيلش فاهم ما انت. بشيلش باور بانك. خلاص بعد كده اتعلمت انك لازم خلاص تشيل، صح. طبعا. بعديها خلاص بقى، بعد ما الناس مشوا حوالي ساعه ساعه ونص، لقيتهم راجعين تاني، وانا خلاص بقى على اخري، اللي هو امشي دلوقتي، لقيتهم راجعين. فقلت يمكن نسيوا حاجه ولا بتاع، فلقيتهم راجعين ياخدوني، اللي هو انت هتيجي نوصلك، انا هتيجي نوصلك. طب انا مستني ده الواد انا خايف صاحبي. بس. والله العظيم لا، كانت ناس يعني، انت برضو انا صح صح سيبهم صح على صح وجوههم صح يعني، انت صح، برضو دي بتعرف حقيقه دي الدنيا حقيقه يعني، دي مش للدرجه يعني. حقيقة. ايوه صح. يعني برضو في نظره يعني. بس فالمهم جم الناس اخدوني من المطار، ما كنتش عارف اروح فين. اللي انا اعرفه، الحاجه الوحيده اللي انا اعرفها انه انا همشي من هنا على البنو. تمام.
بس. فطبعا كنت مكلم وئام ساعتها، قال لي البانهوف من المطار حوالي 10 دقايق. هو ما كانش بيروح دوسلدورف كتير، فما كانش عارف مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ف ده. انت بتاخد انت بتاخد حرفيا الاس ده مفيش طوبه الا وبيعدي عليها. بالظبط. انت فاهم انت، يعني حرفيا تبقى المسافه ما بين محطه لمحطه خطوتين مشي، هو هياخد فاهم المحطتين. المحطتين دول. الراجل وصلني لحد المحطه، ربك كرم، وشحنت التليفون كده حاجه بسيطه لحد ما جبت رقم وئام وخليته رن عليه. امم رن عليه وقال له انا قدامي لسه ايه ساعتين، ما تزعلش وانا غصب عني وانا المواصلات وانا مش عارف ايه. قلت اول يوم كده ماشي يا عم انا فقلت له خلاص وبتاع، واستنيته فعلا. كان الراجل راح جاب المشكله ان انت لي. استنيته اصلا، روحته ازاي بقى؟ ما انا هقول انا لك بالظبط انا انا جاي لك، عايز انا اجي في جاي لك القصه في اللي ديت. جاي ده، اللي جاي ده موت، اللي جاي ده خراب. المهم يا باشا، فخلاص قال لي انا جاي لك وبتاع، فاستنيت كمان شويه. لا ناهيك كمان ان انا لابس خفيف، انا جاي من مصر لابس خفيف. انت جاي في شهر كام؟ انا جاي في شهر اخر 10. اخر 10 فاكر اليوم ولا لا؟ 26. 16. 26 10. اليوم ده ما بيتنسيش، اليوم ده زي فعلا عيد الميلاد. اي حد جاي هنا المانيا قول له انت جاي يوم كام، هيقول لك اليوم بالتاريخ. ففضلت طبعا قاعد بقى مستني ده كله بره البانوف. حتى لما دخلت جوه الموضوع مش لذيذ، وناس رايحه وناس جايه ومش عارف تقعد فين، وجاي تايه اه ومش واكل وعايز تنام ولابس خفيف، ومش عارف تطلع حاجه من الشنط هتتبهدل، ومش عارف حتى تروح تجيب حاجه تاكلها، انت ما تعرفش ايه الدنيا النظام ماشي ازاي. جه الراجل بعد طبعا معاناه. المهم الراجل التركي ما سابنيش الصراحه الا لما جاب لي شريحه. لا ظبط لي الدنيا الصراحه يعني، فضل معايا قال ده لي لو مش يعني عايز نمشي، لو مش عايز نمشي انا مش همشي ده لحد اول ما رقم، الراجل ده يجي. اول رقم اسجله عندي ده. والله العظيم قال لي انا مش همشي غير لما الراجل. قلت له لا مش عشان انت معاك ناس وبتاع والدتك. بعدين قمت مطلع له، كان معايا 20 جنيه من مصر. قلت له ذكرى. هو بيقول انا مش عايز فلوس. قلت له لا دي مش فلوس، دي اصلا مش هنعملش يورو، خد دي ذكرى بس. كتبت له عليها اسمه عشان بس تفتكرني انا بهدلتك معايا. بس الراجل فابتسم وكده. طبعا بالظبط. وبتاع وسلمت وبتاع. وبعد كده مشي. بعد كده بقى فضلت مستني الراجل. المهم الراجل جه. آه رحنا بقى ايه عشان نركب. روحنا تسويحه. يعني انت قابلت وسام خلاص. قابلته وقام بس كانت الساعه ويام حوالي اصلا. كانت الساعه حوالي 11 ونص. اصلا انت ما لكمش مروح، ما طبعا لكمش انا بقى مروح، ما اعرفش النظام ده. ما لكمش ما مروح. اعرفش النظام ده. طبعا جينا بنسال ما فيش قطار. ما قلت لك انا انتوا ما لكمش مروح. ما فيش قطوره. طب يعني انا لو هفكر في حاجه، فكر انكم ممكن توصلوا البيت الساعه 5 6 الا ربع الفجر عن طريق الباص الان اي النخل. انا بقى دي من خبرتي، ما اعرفش ده كده لا ده صح ما ولا لا. كانش فيه اي حاجه بقى. لا انا ما قلتلكش ان انتوا هتمشوا وتتحركوا من هناك 11، انتوا هتفضلوا قاعدين. ايوه بقول لك ايوه. انتوا هتفضلوا قاعدين لحد الساعه 12 وشويه او واحده، وتاخدوها باصات. تمام. ومين اللي هتاخدوا باص اللي هو النخل لحد اللي هو مثلا ممكن تركب باص تاخد النخل وتركب كمان باص توصل هنا عارف بقى احنا قعدنا لحد امتى؟ 3 مثلا لحد فجر. الساعه 5 ونص الصبح. يبقى بس اقول لك على حاجه، يبقى انتوا كده كنتوا مصممين ان انتوا تركبوا قطر، اللي هو هنركب قطر هنركب قطر. ما هو ما فيش، احنا ما فيش بقى، كان ما ممكن فيش كان مجهود. ممكن كان ممكن تتلف، بس اقول لك على حاجه كده كده. يعني كنت هتنقلوا كتير، رقم واحد. رقم اتنين كنت هتوصلوا بدري ساعه ولا ساعه ونص، اللي هي ما فرقتش قوي يعني. اللي هو انت خدت قرار صح، اللي هو لا انت خدت قرار صح ابويا اللي لا. هو احنا ما كانش فيه اصلا، ما كانش فيه مجهود، ما كانش بالظبط. فيه طاقه خالص. بالظبط. لو احنا يا دوب احنا اصلا ما فيش طاقه ان احنا نقعد. طلعت بقى اللي ايه، خلاص احنا قاعدين بقى في المترو بقى افتح في الشنط، القطر بقى افتح خلاص. الشنط. رحنا بقى لقيت لك بقى ناس بقى يا باشا نايمه وفرشه ونايمه في البتاع، برضه مستنيين زينا. شفت انت بقى في الوقت دوت طبعا الجانكيز. كله بقول لك انا شفت زومبي. بقول لك اهو، وانا بقول لك اهو، بقول لك أهو. يعني محطات حطيت القطر هنا. محطات القطارات اللي هنا اللي في المانيا سبيشالي الكبيره، مش الكبيره، المدن المتوسطه، بس المتوسطه المهمشه زي مثلا كريفيلد مثلا، اللي ينزل هناك 2 الفجر يعني، ويرجع سليم او كويس، مكتوب لك عمر جديد. بقول لك انا بقول لك شفت زومبي. انت مكتوب لك عمر جديد. والله العظيم. بس اقول لك حاجه، دوسلدورف مش هيحصل لك حاجه. انت ممكن بس تخاف من واحد جانكي بتاع واحد لا لسه. عادي يعني موضوع الخوف ما كانش. بالظبط. الانسايتس ديت اللي في المانيا دي على فكره ما اعتقدش ان في حد ممكن يطلع يقولها. اكيد. صح، ما اكيد. اتقالتش قبل كده لا الحاجات دي. محدش بالظبط بيحكي دي التسريحات دي. اكسكلوسيف ديت. ايوه. فالمهم بس ده اللي حصل بقى. المهم الراجل جه وقعدنا بقى مستنيين في القطر في المحطة. قعدنا مستنيين كتير لحد الساعة 5 الصبح. ركبت القطر جيت هنا. ركبنا القطر. بص بقى الطريق في الموضوع، احنا طبعا انا كنت لابس خفيف وكنا خلاص بقى طلعنا. انا حتى طلعت لحافين، كان معايا لحافين.
طلعت واحد ليا وواحد ليه. والله العظيم مشينا، حتى هو مشي بالبتاع باللحاف ميتين من على البلد. كده. والله العظيم بص، كان موضوع لحد ما جينا هنا. شفت الطريق اللي قلت لك عليه بتاع اه الطلعيه ده، اه طالعين من جوه في الشنط اه. ولفينا. والله العظيم الناس بتبص لنا بطريقه عجيبه. ده حقيقة انتم ماشيين زي الهوملس بالظبط. بالظبط. يعني عارف هوملس بس نضاف، يعني شكلهم ايوه نضيف ايوه ايوه بس ايوه، هوملس. اللحاف مغسول بالظبط، تمام انت. بالظبط. هو ده اللي حصل. بس يعني جينا بقى هنا، طبعا ما لقيناش باصات كليفر، اضطرينا ناخدها ماشي. وطبعا بقى انا خلاص، انا اخدت عقده اصلا من اول يوم جيت هنا، اخدت عقده من الطريق ده اللي هو العالي ده. اه انا جاي جاري جر الشنطه ومفيش اصلا نفس. فعلا هي كليف فعلا، هي على جبل او كده فخلاص بقى اخدت ف... عقده من الموضوع فهي ده. فعلا هي عامله كده، اه، فاهم. اللي ده هو حقيقة. لو تحت مثلا في السنتروم مش معضله عادي. اه انت جنب كل حاجه تحت. بس انت فوق، ايوه صح صح. اه، لكن انت فوق الموضوع صعب شويه. بس لما جينا شفت السرير بقى، ما تاني يوم بقى ايه حصل بقى. فاهم، وابتديت بقى في اجراءات الورق اه، بتاعتك اللي هي ابتديت بقى في العاديه اجراءات وبتاع بقى والكلام ده. سمستر والكلام ده. م- م. خلاص. والله كان فعلا حوار لطيف جدا جدا جدا. ان والله يا اخي انا شاء فرحان ان انا الله، شفتك والله العظيم. ان شاء الله نكرره وفرحان تاني. كمان ان انت زرتني. لا ان شاء الله يعني ان شاء دايما، الله ان شاء المره الله الجايه دايما، مش اخر انا مره، مش اخر مره باذن ابدا الله. يعني. بإذن ان الله. شاء الله برضو نكرر الموضوع ده تاني بعد مثلا ما تقفل سنه كده في حاجه في المانيا، ان شاء الله باذن الله. تبقى تجربه سنه بقى كامله. سمستراتك، اوراقك، اقاماتك، ان شاء كل الله. الكلام دوت، فاهم، نطلع بقى بيه. بس انت على العموم حابب انت تقول ايه، او خلاصه التجربه، خلاصه كل حاجه؟ والله يعني ما انا تبقاش بالنسبه اجريسيف لي، على البلد، البلد حلوه، ما تبقاش اجريسيف، فاهم. بص انا بالنسبه لي يعني مش هقدر اقول مثلا نصيحه دلوقتي او اي حاجه، لان تمام. انا يعني بالنسبه لي لسه ما حققتش حاجه. مم. فممكن نخليها باذن الله في السباي مال. تمام، المره الثانيه المره خلاص. الثانيه باذن الله. بس تمام خلاص، ده والله كان بودكاست لذيذ، واتمنى ان هو يكون عجبكم. ولو عايزين حاجه من دي تاني عرفوني، واكتبوا لي ارائكم. ولو في مشكله في الصوت وانا قربت المايك مني او حاجه فدوت، ده اول مره يعني، فسامح يعني، تمام، فمش ده. فان شاء الله لحد المره الجايه. السلام عليكم.